تخيل فجأة كده يظهر لك وحش يعرفك انك هتموت بكرة، وفعلا تاني يوم يجي وهوب يجي الوحش ده ويقتلك. وفجأة تلاقي العالم كله حصلت فيه حالة من الرعب، والناس كلها بتظهر لها وحوش بتحذرها وبتديها ميعاد للموت. وبعدها بفترة لما يجي الميعاد ده بيظهروا تاني الوحوش دول وبيقتلوا الناس بأبشع طريقة ممكنة. ايه الوحوش دي وليه بيقتلوا الناس؟ ده اللي هنعرفه يا صديقي في اخر الفيديو بتاعنا ده، فيلا بينا. بيبدأ المسلسل في يوم عادي في مدينة سول في كوريا الجنوبية. بنكون حاليا في كافيه كده وبنشوف مجموعة شباب على الكافيه ده بيتكلموا عن جماعة دينية جديدة ظهرت اسمها جماعة الحقيقة الجديدة. وقائد الجماعة بقى صديقي اللي اسمه جونج بيقول ان حاليا الرب بيظهر الفاسدين وبيرسل لهم وحوش من الجحيم بيعرفوهم باليوم اللي هيموتوا فيه بسبب يعني ذنوبهم، وطبعا وقتها هيتنقلوا للجحيم. وفي اليوم الموعود يا صديقي بيجوا الوحوش وبيقتلوا الشخص المذنب ده بطريقة بشعة. طبعا الشباب اللي كانوا بيتفرجوا على الفيديو ده مش بيصدقوه ولا بيقتنعوا اصلا بكلامه، ما عدا بنت واحده اسمها هي جونج بتعرف صحابها انها مقتنعه جدا بالكلام ده. وخليك يا صديقي فاكر جي جونج دي شويه عشان خاطر يعني هي مهمه لقدام. في كل الاحوال نفس الكافيه ده بيكون قاعد فيه شخص اسمه جو وبيكون متوتر وعمال يبص في ساعته، وبنعرف ان جو على فكره مستني موته اللي وعدوه بيه وحوش الجحيم. وفعلا لما بتيجي لحظات موت جو بيظهروا الوحوش من العدم وبيبداوا يطاردوا جو قدام كل الناس لحد ما بيوصلوا له وبيفضلوا يضربوا فيه وياكلوه لحد ما بيموت. بعد كده بيرموه على الارض وبيطلعوا طاقه كده بتحرقه تماما. وبس بيمشوا بقى الوحوش وبيختفوا من المكان اكنهم حرفيا ما كانوش موجودين. بعد وقت طويل بقى من كل ده بنشوف صديقي محقق في الشرطه اسمه جين، وحاليا بيدخل يحضر اجتماع مع رئيسه في الشغل ومع زميله. وبيتكلم دلوقتي الرئيس عن الحادثه اللي حصلت لجودي والوحوش اللي ظهروا من الجحيم وقتلوه. وبيأمر الرئيس كل الضباط انهم يدوروا على الوحوش دول ويعرفوا هم ايه بالظبط وليه ظهروا ويوقفوهم ازاي. بيأمر الرئيس جين ومحقق زميله وكده اسمه يومبيو انهم يعني يدوروا ورا جماعه الحقيقه الجديده، لان كل الناس بيقولوا انها جماعه متطرفه وانها تقريبا ورا كل اللي بيحصل ده. طبعا وقتها بيوافقوا جين ويومبيو والكل عامه على كلام الرئيس وبينطلقوا بقى يشوفوا شغلهم. بعد فتره مش طويله بنشوف جين ويومبيو بيتحركوا بعربيه ورايحين للمكان اللي اتقتل فيه جو. وفي سكتهم بيبحث يومبيو عن جماعة الحقيقة الجديدة، وبيعرف جين إن في ناس كتير بيقولوا إن الجماعة دي ليها علاقة بجماعة راس السهم. وجماعة راس السهم دول يا صديقي المفروض إنهم بينشروا معلومات عن ناس مذنبين عشان وحوش الجحيم يروحوا يقتلوهم. في المجمل يعني بعد فترة بسيطة بيكونوا خلاص الكل وصلوا جين ويومبيو يعني لمسرح الجريمة، وهناك بيقابلوا ضابط زميلهم وبيعرفوه إن جماعة الحقيقة الجديدة المفروض يعني عاملين مؤتمر هنا. فبيأكد زميلهم على الكلام ده وبيعرفهم كمان مكان المؤتمر عشان يروحوا. فبيروحوا دلوقتي جين ويومبيو لمكان المؤتمر بتاع جماعة الحقيقة الجديدة، وبيكون دلوقتي حاليا على فكرة رئيس الجماعة جونج بيخطب في كل التابعين بتوعه وبيعرفهم ان وحوش الجحيم مش بيقتلوا غير المذنبين. وبيفضل دلوقتي يعرض حالات كتير جدا لناس ماتوا على ايد وحوش الجحيم، وبيعرف جونج الكل انهم المفروض يعني ما يتدخلوش في افعال الوحوش ويركزوا بس على حياتهم ويلتزموا عشان ما يموتوش بنفس الطريقة. وبس بعد ما بيخلص دلوقتي جونج الخطبه بتاعته بيتكلم معاه جين ويومبيو وبيعرفوه انهم ضباط وجايين يعني يحققوا في جريمه قتل جو. بس يعني جونج يا صديقي بيعرفهم ان دي مش جريمه قتل وان جو اكيد مجرم وخد يعني العقاب اللي يستحقه من الوحوش. في الوقت ده يا صديقي بيشوف جين هي جونج موجوده هنا في المكان وبيعرف انها من اتباع جونج، والعلم هي جونج تبقى بنت جين وعشان كده اصلا بيروح لها جين دلوقتي وبيسالها بتعمل ايه هنا. فبتعرفوا انها بتحضر محاضرات جونج بغرض يعني الفضول مش اكتر من كده، وبتسيب هي جونج جين وبتمشي. بعد كده بيرجعوا جين ويومبيو من تاني يحققوا مع جونج، واللي بيعرفهم دلوقتي انه زمان كان قرر ينتحر وعشان كده راح لجبال التبت مخصوص عشان ينتحر، لكنه في الوقت ده شاف هناك وحوش الجحيم بيقتلوا شخص مذنب. وقتها قرر جونج ما ينتحرش ورجع تاني لكوريا وكون جماعته عشان يعرفوا الناس بوجود وحوش الجحيم، وبالشكل ده الناس هيبطلوا يعملوا جرايم ومصايب عشان ما يكونش مصيرهم الموت على ايد الوحوش. وبيعرف جونج جين ان بنته هي جونج حكت له عن امها ومرات جين اللي اتقتلت يعني على ايد قاتل مجنون، ولان القاتل ده كان تحت تاثير المخدر خد حكم مخفف 10 سنين، والحكم ده نفسه اتخفف بعد كده ل6 سنين وخرج تاني وعاش حياته في الاخر. وبيعرفوا جونج ان وحوش الجحيم موجودين عشان يقتلوا الناس اللي زي دي اللي قتلوا مراته. وبيسيب دلوقتي جونج المكان وبيمشي، وطبعا يعني بيكون جيم مصدوم من كل الكلام ده وبيكون مصدوم انه عارف عنه معلومات. بعدها بقى بننتقل يا صديقي لست كده اسمها بارك، وبارك دي حاليا بتروح بيتها فبتلاقي ولادها عاملين ليها عيد ميلاد فبتفضل تحتفل معاهم وهي فرحانه جدا. ومره واحده بيظهر واحد من وحوش الجحيم وبيعرف بارك انها مذنبه وبالتالي هتموت بعد 5 ايام، وهوب بيختفي تاني. والعلم كان ابن بارك بيصور عيد الميلاد ده كله وبالتالي بيصور كل اللي حصل زياده ده. بعدها بقى بنشوف يا صديقي يوتيوبر كده على قناه اسمها قناه الجمجمه، والعلم القناه دي تبع جماعه راس السهم اللي اتكلمنا عنها من شويه.
وحاليا اليوتيوبر ده بيقول ان الشرطه لازم تعرف جو اذنب في ايه بالظبط وعشان كده الوحوش قتلوه. وبيقول كمان ان في عالم اسمه كيم قال ان وحوش الجحيم دي خدعه ومش حقيقه تماما، وعشان كده في ناس من جماعه راس السهم راحوا ضربوه. وبيعرض دلوقتي اليوتيوبر ده فيديو لناس من جماعه راس السهم وهم بيضربوا العالم كيم عشان الكلام اللي قاله قبل كده. وبس بيخلص اليوتيوبر كلامه وتاني يوم بيروح دلوقتي يجين شغله عادي جدا، فبيعرف ان الاسم حاليا في العالم كيم والمحامي كمان بتاعه من، وكمان الشباب اللي ضربوه من جماعه راس السهم اتقبض عليهم برضه وموجودين في المكان. وبيدخل حاليا جين يحقق مع كيم والمحاميه بتاعته من، واللي بنعرف انها دلوقتي بتترافع عن كل ضحايا جماعه راس السهم، وانها على فكره رافعه قضيه على جماعه الحقيقه الجديده، وبتتهم كمان جونج انه قائد جماعه راس السهم هي كمان. وحاليا بتطلب من جين انه يعني يطالب باقصى حبس للشباب اللي ضربوا كيم ده لانهم يعني بيستهدفوا ناس كتير زيه. عموما يا صديقي جين بيبدا يشتغل معاها، ولكن على الناحيه الثانيه كان المحقق يومبيو اللي بيحقق مع الشباب اللي ضربوا كيم بيشوف دلوقتي انهم كلهم مجرد مراهقين، لكنهم مقتنعين تماما بكلام جماعه راس السهم ومقتنعين ان اللي عملوه ده صح لما ضربوا يعني كيم لانه كذب جماعه الحقيقه الجديده، وحرفيا بيرفضوا يتعاونوا نهائيا مع يومبيو وبيسكتوا خالص. بعد كده بقى بتروح منها على مكتب المحاماه اللي بتشتغل فيه، وبتلاقي على فكره هناك السيده بارك مستنياها، وبتعرفها السيده بارك ان في وحش من الوحوش بتاعه الجحيم جالها وعرفها انها هتموت بعد 5 ايام. وكمان بتوري بارك لمين الفيديو بتاع الوحش ده وهو بيوعدها بالموت بعد 5 ايام. وبتقول بارك لمين انها راحت لجونج عشان يعني يساعدها، فطلب منها انه يصور اللحظه اللي هتتقتل فيها على ايد وحوش الجحيم، وانه يعني مش هيقدر يساعدها، هو بس عاوز يستفيد ويصور اللحظه اللي هتموت فيها مش اكتر من كده لانها كده كده هتموت. طبعا بتتصدم من كل ده وما بتكونش عارفه الصراحه تقول ايه ولا حتى تساعد ازاي. وبتقول بارك من دلوقتي انها قبلت العرض بتاع جونج وجماعته، لانه يعني على الاقل بسبب الفيديو اللي هيصوروه ده هيدوها فلوس كتير جدا مقابل انهم يصوروا الفيديو بتاعها لايف وحوش الجحيم بيهجموا عليها وبيقتلوها. وبتعرف بارك انها جات هنا مخصوص عشان من تدير الانفاق دي كلها بينها وبين جونج، وتضمن ان جونج وجماعته يدي الفلوس اللي وعدوا بيها دي، بحيث يعني الفلوس دي تكون ملك لعيالها لما هي تموت. في اللحظه دي بتوافق منه وهي متضايقه جدا وزعلانه، مع ان يعني الموضوع ده كله مش عاجبها من الاول. في المجمل بيكون دلوقتي جين في اجتماع مع زمايله في الشغل ورئيسه في الشغل، وواحد بقى من زمايل جين بيعرف الرئيس ان تحاليل الطب الشرعي طلعت عن جثه جو او يعني اللي باقي منها، والتحاليل دي يعني اثبتت حاجه غريبه جدا، وهي ان ما تبقى من جو بيعود حرفيا لكائن مش بشري تماما، كائن غير معروف طبيعته. طبعا بتصدموا الكل ومش بيكونوا فاهمين يعني ايه الكلام ده، بس بعد كده بيعدوا موقف جين ويومبيو وبيروحوا البيت بارك وبيقابلوا هناك جونج ومين، واللي حاليا بيتفقوا على اللي هيعملوه عشان يعني يصوروا بارك. وبس بتحط من دلوقتي شرط ان محدش يعرف هويه بارك الحقيقيه او هويه ولادها عشان خاطر يعني محدش يضايقهم هنا او هنا. فبيوافق جونج على كلامها وبيسال دلوقتي جونج بارك هي مذنبه بايه بالظبط عشان خاطر الوحوش يقتلوها، لكن بارك مش بترضى تقول اي حاجه. بس جونج بيستخدم ذكائه ولان ابناء بارك مالهمش اب، فبيقول جونج على طول انهم اكيد ابناء من علاقه غير شرعيه والعياذ بالله، وده ذنب يعني بارك اللي هتموت بسببه. لكن بارك برضه مش بتعترف باي حاجه وبتفضل ساكته. بعد كده بقى بنشوف يا صديقي ان اليوتيوبر بتاع جمجمه الجحيم بيتكلم عن الاتفاق اللي تم بين جونج وواحده من المذنبين واللي هي يعني بارك زي ما قلنا، وبيقول اليوتيوبر ده ان في حد سرب معلومات بارك وعيالها الاثنين، وبينشر دلوقتي المعلومات دي وبيطلب من المتابعين انهم يتتبعوا بارك وعيالها ويشوفوا نهايه الموضوع ده هتخلص على ايه. والعلم يا صديقي بنشوف ان الشخص اللي سرب المعلومات دي هو يومبيو، واللي بنعرف انه تبع جماعه راس السهم وتبع جماعه الحقيقه الجديده. المهم يا صديقي بقى الاخبار دي بتوصل لجين ومن، فعلى طول بياخدوا عيال السيده بارك وبيودوهم المطار وبيسفروهم على دوله تانية خالص بحيث يكونوا في امان. على الناحيه التانية بقى بنشوف ان هي جونج بنت جين مع الرئيس جونج، وحاليا بقى بتعرفوا انها عايزه تنتقم من الشخص اللي قتل امها. فبيوافق جونج وبدون تضييع وقت بيروحوا يخطفوا الشخص ده وبيقتلوه من خلال انهم بيحرقوه وهو حي حرفيا، بعدها بيرموا جثته او الباقي منها يعني في مكان كده، وبيقدروا وقتها طبعا الشرطه يوصلوا له. بعدها بيروح جين شغله عادي خالص، وهناك بيعرف اللي حصل لقاتل مراته القديم، فبيتصدم وبيشك برضه ان جونج ورا كل ده. المهم بعد شويه كان قاعد جين في شغله وفجاه بيلاقي هو وكل الضباط في القسم مجموعه من جماعه راس السهم بيقتحموا عليهم المكان وبيحاولوا يضربوهم ويحرروا اصحابهم اللي اتقبض عليهم في قضيه كيم لو تفتكر. بس جين يا صديقي والضباط صحابه بيتعاركوا مع الشباب دول وبيقدروا ان هم يوقفوهم. بعدها بيروح جين ومعاه كام ضابط تاني لبيت بارك عشان يأمنوه، وبنشوف ان في ناس كتير على فكره قدام بيت بارك جايين مخصوص يتفرجوا عليها والوحوش بيقتلوها، ومن الناس دي على فكره بيكونوا ناس مقنعين، واللي بنعرف ان دول الشخصيات المهمه وانهم اصلا دافعين فلوس كتير جدا عشان يحضروا عرض زي ده، وطبعا بيكونوا مقنعين عشان محدش يعرف هويتهم ويعرضهم او يعمل لهم مشاكل.
ومش بيفوت وقت طويل على فكره، وبتيجي بارك وبتقعد عشان تبدا تستنى الوحوش يجوا يقتلوها. عموما بعد فتره مش طويله فجاه بيهجموا وحوش الجحيم عليها وبيفضلوا يضربوا فيها ويصيبوها اصابات خطيره. وبيجي حاليا جين وبيحاول على فكره يقتل واحد من الوحوش دي، لكن الوحش ده بيحدف جين لبعيد وبيكملوا قتل في بارك وبيقتلوها في الاخر خالص، وكالعاده بيختفوا زي ما ظهروا تماما. تاني يوم بقى بيروح جين على شغله وبيجي له فيديو هناك من حادثه قتل القاتل اللي قتل مراته، وبيشوف على فكره جين ان كان في بنت مع جونج ساعدته، فبيعرف جين ان البنت دي هي تقريبا بنته هي جونج، فبيتجنن حرفيا وبياخد بعضه وبيروح للمقر بتاع جونج واللي كان فيه ناس كتير جدا من اتباع جونج. بس جين يعني ما اهتمش ودخل عشان يقتل جونج نفسه، لكنه ما لقيهوش. واثناء ما كان جين خارج وهو متعصب بيلاقي دلوقتي ان اتباع جونج في المكان بيهجموا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه وبيعدموه العافيه حرفيا. واثناء كل ده على فكره بيتصل جونج على جين، فبيرد جين عليه وبيأمر دلوقتي جونج كل رجالته يسيبوا جين، وبيطلب بعدها من جين ان هو يجي له في مكان معين كده، فبيتحرك جين على المكان ده. على الجانب الاخر بقى بنشوف ان من بيوصل لها معلومات جديده من صحفي كده اسمه جيو، وبنعرف ان جيو ده زمان عمل لقاء صحفي مع جونج وعرف شويه اسرار كتيره عنه. فبتروح من عامه المكتب اللي بتشتغل فيه بحيث تعرف يعني المعلومات دي لرئيسها، بس لما بتوصل هناك بتلاقي المكتب متدمر تماما ومش بتلاقي اي حد من زمايلها في الشغل. وبيتصل بعدها الرئيس وبيعرفها ان جماعه راس السهم هم اللي عملوا كده، وانهم يعني ضربوه واصابوه وضربوا ناس كتير. وبيقول كمان الرئيس لمين انها لازم تهرب لانهم هم كمان هيحاولوا يوصلوا لها قريب. فعلى طول يا صديقي بتروح من للبيت وبتاخد امها بحيث يهربوا، بس المشكله ان جماعه راس السهم بيطلعوا عليهم وبيفضلوا يضربوا في من وامها. بس يا سيدي بعد اللي حصل ده بيتنقلوا الكل على المستشفى، وهناك بقى بتعرف من ان امها للاسف ماتت، فحرفيا بتتصدم وبتخرج من المستشفى وهي في قمه حزنها. بعدها بتروح تقابل الصحفي جيو وبيعرفها حاليا على فكره ان زمان هو عمل مقابله مع جونج، وجونج قال له ان في عام 2004 عرف نبوءه كده انه هيموت عام 2024 وبالتحديد يعني النهارده. وبيعرفها جيو انه مش جايبها عشان يقول لها الكلام ده، بل جيو بيعرفها انه جايبها عشان يقتلها، لان النهارده جونج هيموت وجيو هيكون رئيس جماعه الحقيقه الجديده مكانه. وبيخلص بعدها جيو كلامه وبيوصلوا لمكان جماعه راس السهم، واللي بيفضلوا يا صديقي يضربوا في من لحد ما بتفقد الوعي وبتكون غالبا ماتت. على الناحيه التانيه بقى بيروح جين يقابل جونج وبيعرفه انه حاليا جايبه عشان يعني هيموت النهارده، وعايزه يكون معاه لحد ما يموت عشان خاطر يتخلص من جثته ومحدش يعرف اي حاجه من اللي حصلت له. وبيقول جونج لجين ان هو وبنته هي جونج اللي قتلوا الشخص اللي قتل مراته زمان خالص، وانهم عملوا كده عشان يعني هي جونج اللي كانت عاوزه اصلا مش هو. وبيخلص جونج كلامه، وعلى فكره بيوصلوا وقتها وحوش الجحيم وبيقتلوه في مشهد صادم جدا. بيعدي بقى كام يوم على كل ده وبنشوف ان جيو مسك فعلا جماعه الحقيقه الجديده، وبيكون جيو مختلف تماما عن جونج لانه مثلا بيعمل دايما فيديوهات بيحكي فيها عن الجماعه ووحوش الجحيم. ومش بس كده، ده بيشجع كمان الناس المذنبين اللي الوحوش بتاعت الجحيم زاروهم يطلعوا في فيديوهات ويقولوا ذنبهم ويتوبوا منه وهكذا. من الاخر يعني الجماعه في عهد جيو بقت اشبه بشركه عالميه. في كل الاحوال بنروح بعد كده لشركه انتاج وبنشوف حاليا 2 منتجين اسمهم باي وجونون، وبيكونوا دلوقتي قاعدين مع مندوب من جماعه الحقيقه الجديده. وبيكون المندوب على فكره عمال يطلب من باي وجونون انهم يعني يعملوا شغل معين في الفيديوهات اللي بينتجوها للجماعه. وبيكون باي على فكره متضايق من تسلط المندوب وطريقته يعني معاهم، فبيتخانق معاه، لكن جونون بيوقف باي وبيوافق عامه على كلام المندوب، وبياخد دلوقتي المندوب بعضه وبيمشي. بعد كده بقى بيتواصل باي مع مراته يا صديقي، واللي بنعرف انها حاليا في المستشفى لانها لسه مخلفه طفل ابنها يعني هي وباي. وبتعرف دلوقتي مرات باي انها تقوم دلوقتي تصور له ابنهم عشان يشوفوا، وبتقفل معاه. وفعلا بتروح مرات باي تصور ابنها، لكنها فجاه بتلاقي واحد من وحوش الجحيم ظاهر وبيقول للطفل اللي لسه مولود ده انه مذنب وكمان 3 ايام ووحوش الجحيم هيقتلوه. طبعا بتصدم مرات باي وبتروح دلوقتي تقعد مع نفسها وبتفضل تبحث ليه ابنها الطفل الرضيع اللي لسه مولود ده ممكن يتقتل وهو اصلا لسه مولود، اذنب في ايه ده؟ وبتبحث دلوقتي مرات باي لو ابنها جاي من علاقه غير شرعيه مثلا. ومن هنا يا صديقي بتبدا مرات باي تشك انها جابت ابنها ده بشكل غير شرعي، يعني بمعنى اخر كده ممكن حرفيا ما يكونش ابن باي اصلا. المهم يعني بنرجع بقى لباي واللي حاليا بيروح لبنت كده بتشتغل معاه في الشركه عشان يقول لها على التعديلات اللي عاوزها يعني تتعمل في الفيديوهات بتاعت جماعه الحقيقه الجديده. العبره هنا بقى ان باي بيلاقي الموظفه دي بتتفرج على فيديو لاعلامي اسمه هيو، وبيكون هيو ده بيتكلم عن جماعه الحقيقه الجديده وعايزك تفتكر هيو شويه لقدام. المهم بيروح بعد كده باي يدور على جونون صديقه فمش بيلاقيه، لكنه بيلاقي على مكتب جونون كارت غريب كده من شركه اسمها شركه سودو بيدعو فيها جونون انه يروح يصطاد عند بحيره معينه كده. فمش بيهتم باي وبيمشي، واثناء ما كان باي ماشي بتتصل بيه مرات جونون، واللي بتعرفه دلوقتي ان جوزها جونون اختفى لانه مديون بفلوس كتير قوي، وبداوا الديانه يطاردوه ويلاحقوه في كل مكان.
في الوقت ده بيقلق بيه على صديقه جونون، فبياخد بعضه وبيروح للبحيره اللي جونون بيصطاد عندها دايما، وهناك بيلاقي جونون موجود. بيعرفوا جونون حاليا ان من كام يوم في وحش ظهر له وعرفه انه هيموت النهارده، وبالتالي هو جاي يموت هنا بحيث يختفي للابد وعيلته ما يتوصموش بالعار. وبيطلب جونون دلوقتي من بي انه ما يقولش لاي حد اي حاجه او يفضحه. وفجاه على فكره يا صديقي بيجوا الوحوش وبيشدوا جونون وبيقتلوه في مشهد بشع. ولحد هنا تمام. اللي مش تمام بقى ان فجاه بتوصل شركه سودو اللي اتكلمنا عنها من شويه، وبينزل منها الاعلام هيو وكم شخص كده معاه، وكمان معاهم من واللي بنعرف انها ما ماتتش ولغايه دلوقتي لسه تمام. المهم يعني ان هيو اللي معاه بياخدوا جثه جونون او الباقي منها، وبيتكلم هيو مع باي وبيطلب منه ما يقولش اي حاجه عن اللي حصلت دي لاي حد لمصلحته الشخصيه، وبيسيبه بعدها وبنمشي. وبنعرف هنا ان هيو ومن وشركتهم دي معموله مخصوص عشان يتخلصوا من جثث الناس اللي زي جونون اللي الوحوش وصلوا لهم وقتلوهم، بحيث يعني عائلاتهم ما يعرفوش اللي حصل ويتجنبوا العار اللي ممكن يتوصموا بيه. اوعى تنسى صديقي ان قدام العالم كله اي حد الوحوش بتيجي تقتله ده معناه انه اذنب او عمل حاجه غلط، خطيئه او حاجه زي كده. بعد اللي حصل ده بيروح بي للمستشفى عند مراته، وبتعرفوا مراته باللي حصل لابنهم، وطبعا بيكون بي مصدوم ومذهول كمان. بعد كده بقى يا صديقي بنشوف مندوب من جماعه الحقيقه الجديده اسمه يوجي بيروح حاليا للمكان اللي اختفى فيه جونون. المهم يعني ان يوجي ده بقى بيلاقي الكارت بتاع شركه سودو، فبياخده وبيروح لجيو وبيعرفوا ان في شركه اسمها سودو بتخفي الناس اللي هيموتوا على ايد وحوش الجحيم، وبيظهروا موتهم على انها يعني حادثه عاديه. في الوقت ده بيتعصب جيو وبيأمر يوجي يقوم بحمله كبيره ضد الشركه دي عشان خاطر طبعا كل حاجه ترجع طبيعيه تاني. فبيوافق يوجي وبينطلق عشان يقوم بمهمته. بعد كده بقى بيروح باي يقابل هيو، وبيعرف هيو ان ابنه الطفل الصغير اللي لسه مولود ظهر له وحش من وحوش الجحيم، وهو بقى عاوز يخلص من ابنه قبل ما يتقتل على ايد الوحش عشان محدش يعرف ان ابنه الطفل اللي لسه مولود مات على ايد وحوش الظلام. في الوقت ده بيستغرب هيو وبياخد باي وبيروح بيه لمكان سري كده تبع الشركه بتاعت سودو، وهناك بقى قابل باي الاخت من، واللي عرفت باي دلوقتي ان ابنه طفل ولسه ما ارتكبش اي ذنب. وده بقى يثبت يا صديقي دليل كذب جماعه الحقيقه الجديده، واللي بيدعوا ان محدش بيموت الا لو كان مذنب، ولان الطفل ده استحاله يكون اذنب في اي حاجه في حياته. فبالتالي حاجه زي دي هتفضح الجماعه جدا جدا. وبتقول من دلوقتي انها عاوزه يعني تصور ابنه وهو بيتقتل على ايد وحوش الجحيم، بحيث يعني تثبت كذب الجماعه بتاعت الحقيقه الجديده. طبعا باي مش بيقتنع بكل ده وبيرفض كلام من وبيسيبه وبيمشي. على الناحيه الثانيه في نفس الوقت ده بنشوف ان جماعه راس السهم بقياده يوجي بيروحوا لبيت واحد من اتباع هيو، وبيفضلوا يعذبوا فيه وبيهددوه بقتل مراته. فبيضطر يعترف عن مكان يعني شركه سودو ومكان من. طبعا جماعه راس السهم بيخطفوا الشخص ده وبيخطفوا كمان هيو وبيقتلوهم بشكل بشع جدا. بعد كده على طول بيروحوا الكل على من وبيحاولوا يخطفوها هي كمان، بس بتقدر تهرب بكل سهوله. تاني يوم على فكره بيروح بيه على شغله وبيشوف هناك فيديو نشرته جماعه راس السهم بيعترفوا فيه بقتل هيو وواحد من رجالته، انهم بيحاولوا يشوهوا جماعه راس السهم ووحوش الجحيم. وبيقولوا كمان في الفيديو انهم هيلاحقوا من لحد ما يخلصوا عليها هي التانيه. وبس بيخلص الفيديو، ولما بيخلص باي مشاهده الفيديو بيلاقي من بتتصل بيه وبتطلب منه انه يروح ياخد مراته وابنه من البيت ويوديهم لمكان امان، لان الوضع ممكن يكون خطر عليهم هم كمان. فيوافق باي وبيقرر يعمل كده. بس اللي باي ما يعرفوش يا صديقي ان مراته حاليا بتاخد ابنها وبتروح بيه للمبنى الرئيسي او يعني مقر جماعه الحقيقه الجديده، وبتبعت دلوقتي مرات باي اللي باي رساله بتعرفوا فيها انها راحت لمقر جماعه الحقيقه الجديده، وانها جت هنا بالتحديد عشان تقابل يوجي ويعرفها يوجي هو ليه ابنها جات له رساله من وحوش الجحيم مع انه طفل ما عملش اي ذنب. وفعلا بنشوف ان مرات باي بتقابل يوجي يا صديقي وبتعرفه كل ده. فبيروح يوجي لجيو وباقي مساعدينه وبيعرفهم باللي مرات باي قالته دلوقتي، وان ابنها الطفل هيموت على ايد الوحوش بتاعت الجحيم مع انه لسه طفل. في الوقت ده بيفكر باي وبيعرف يوجي انهم خلاص يخلصوا على الطفل ده قبل ما كل ده يحصل وينتشر الخبر الكبير ده، لان وقتها ما حدش من الناس هيصدق الجماعه التاني ولا هيعترف بيها. فبيوافق يوجي على كلامه وبيتفقوا. في الوقت ده بنشوف ان باي بيقابل السيده من ومعاها كام حد تاني من رجالته، وبيروحوا لمقر الحقيقه الجديده وبيبداوا يتعاركوا مع رجاله الجماعه، وضربه يمين على ضربه شمال بيزعلهم كلهم، وبيقدروا ياخدوا مرات باي والطفل وبيهربوا من المكان. بيروحوا بعدها الكل يقعدوا عند شخص كده تبع من اسمه لي، ولحد هنا كل حاجه كانت تمام. اللي مش تمام بقى ان لي ده بيسيبهم حاليا وبيروح الاستوديو كده وبيلبس القناع اللي كان بيلبسه اليوتيوبر بتاع قناه الجمجمه لو تفتكروا، وبنكتشف هنا ان لي ده اصلا هو اليوتيوبر ده. وحاليا يعني بعد ما بيذاع حلقته بيتواصل مع جماعه الحقيقه الجديده وبيعرفهم ان من وباي ومرات باي وطفلهم عنده حاليا، وانهم يعني لازم يجوا يخلصوا عليهم. بس ليه ما بيقدرش يستنى كتير، فبالتالي بيروح البيت عند من وباي ومراته وابنهم وبيبداوا بقى يتعاركوا مع الكل بجنان عشان خاطر يخلص عليهم.
وسط كل اللي بيحصل ده على فكره وحوش الجحيم يا صديقي بيوصلوا بحيث يقتلوا الطفل ابن باي ومراته، لكن وقتها باي ومراته بياخدوا الطفل في حضنهم وبيداروا على الطفل، وساعتها الوحوش مش بتوصل له فبيقتلوا باي ومراته وبيمشوا. وطبعا على طول بتاخد من الطفل وبتهرب من المكان، وبعد حرفيا كل الليله اللي حصلت دي بيوصلوا جماعات الحقيقه الجديده وبيكتشفوا كل اللي حصل، وطبعا بيكونوا هيتجننوا، خصوصا يوجي واللي بيروح دلوقتي يتعارك مع راجل غلبان ملوش اي لازمه، فالشرطه بيقبضوا عليه. اخر حاجه بقى بنشوفها في الموسم ده صديقي ان السيده بارك واللي كانت ماتت على ايد وحوش الجحيم لو تفتكر بترجع تاني للحياه، وجثتها بتتحول لجسم وبترجع من جديد، وده معناه ان كل اللي ماتوا دول غالبا هيرجعوا تاني للحياه. ودي حاجه غريبه جدا، لان ده معناه ايه؟ هل الناس دي بتموت فعلا ولا ما بتموتش؟ وليه الوحوش لغايه دلوقتي فعلا بتقتل؟ ولا هي فعلا بتقتل المخطئين ولا لا؟ كل ده يا صديقي هنعرفه الموسم الجاي، الفيديو الجاي على طول، لان للاسف ده نهايه الموسم بتاعنا. وبس كده، سلام.